السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله بإذن الله عندنا النهاردة بعض الموضوعات الهامة هنتكلم فيها. أولها إن لجنة الأندية نزلت العقوبات بتاعتها على الأندية. منها نادي الزمالك 100,000 جنيه غرامة علشان لما بدر من جمهوره من سباب الجماعي. موصاه في اللائحة السباب الجماعي، سباب جماعي، وهم المفروض يعني خاضوا في عرض احمد السيد زيزو وفي والده وفي زوجته، ودي حاجه يعني بصراحه يعني لا دين ولا اخلاق ولا شرع. دي كوره يا جماعه، في الاول وفي الاخر دي معموله للمتعه، فانا اشوف ان دي عقوبه هزيله. والمفروض ان في رابطه الانديه في بند بيسمح للرابطه ان هي ممكن تضاعف العقوبات لو طرأت ذلك. فالمفروض ان العقوبات دي يعني انا اشوفها ان هي هزيله جدا جدا جدا، لان لا دين ولا عرف ولا اي دين ولا اي انسانيه تسمح بده. يا جماعه في الاول وفي الاخر دي كره قدم معموله للمتعه، معموله للاستمتاع للترفيه، مش معموله للسباب، مش معموله للشتيمه، مش معموله لقله الادب. فانا اشوف ان دي عقوبات هزيله جدا 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 يعني. وان شاء الله باذن الله احمد السيد زيزو المفروض يعني بيقاضي القبوهات بتاعه نادي الزمالك، لان هم دول المفروض فعلا يبقى في ردع ليهم ويبقى في جزاء. بيقول في مثل بيقول عندنا: من امن العقاب اساء الادب. طول ما مفيش عقاب وهو الموضوع سهل والموضوع مفيش اي مشكله خالص، مفيش حد هيعاقبني، محدش هيعمل لي اي حاجه، فهو طبعا خلاص بعد كده هيسيء الادب. والمشكله الاكبر كمان ان مجلس اداره نادي الزمالك ما بيدينش الاعمال دي اصلا خالص، ولا المفروض حصل منه ده من جماهيره. ومفروض هو اول واحد يطلع يقول يا جماعه احنا بندين الافعال دي واحنا ضد الافعال دي، وان الرياضه معموله لكذا والكذا والكذا، يبقى في توعيه حتى للجمهور لو بدر منهم بعض الحاجات دي. فان كان ده بيدل ان جمهور نادي الزمالك يعني او جمهور نادي الزمالك يعني مدعم من مجلس ادارته، بان هو فعلا هو اللي بيسر له ده وهو فعلا اللي بيحرض على ده. فدي مشكله كبيره قوي فعلا بيواجهها مجلس اداره نادي الزمالك، لان دلوقتي قدام العيان او قدام العالم كله ان هو المفروض هو اللي بيدعم ده. وفي عقوبه برضو تانية على يوري تيتش بتاع بيراميدز 5,000 جنيه. حاجه هزيله يعني جدا. 5,000 جنيه لما بدر منه من الاعتراض على التحكيم وعدم وجوده في المنطقه الخاصه بالمنطقه بتاعت الكاتشانه، المفروض ان هو يكاتشن منها. فوقع عليه عقوبه 5,000 جنيه. ودي برضو حاجه من العقوبات. واحمد السيد زيزو بيشكو نادي الزمالك للفيفا، بيصعد لانه هو فعلا مش هيلاقي حقه خالص في اتحاد الكره، وقدم كذا شكوى. فالمفروض اللاعب الاجنبي هو فعلا هو اللي بيطلع للفيفا وبياخد حقه، لكن زيزو هنا سلك الموضوع الاول، هنا سلك كل الحاجات الشرعيه هنا لاتحاد الكره الاول، وبعد كده ما حصلش على حقه، فهيطلع الاتحاد للفيفا علشان خاطر ياخد حقه من نادي الزمالك بحقه اللي هو 82 مليون جنيه له حقوق مستحقات له عند نادي الزمالك. فطلع للفيفا يشكو نادي الزمالك للفيفا، والزمالك بيقول لك لا، هو المفروض ان زيزو له احنا لينا عنده 20 مليون جنيه عشان خاطر الاعلانات اللي هو عملها وهو على ذمتنا وكذا وكذا. فعايزين يطلعوا زيزو في الاول وفي الاخر ان هو ايه، مديون لنادي الزمالك ب 20 مليون جنيه وهيقاضوه في ده. عندنا برضو موضوع تاني، فتوح معروض على النادي الاهلي. في بعض المقربين من فتوح عرضوا احمد فتوح ان هو يجي طبعا النادي الاهلي، لبعض المقربين من كابتن محمود الخطيب، فعرضوا عليه ان هو يعني يكلموه ان هو يبدا يتكلموا مع كابتن محمود الخطيب ان احمد فتوح يجي. عارفين ان احنا عندنا بعض النقص في قصه الظهير الايسر، فبيكلموا الكابتن محمود، ولكن بشوف ان كابتن محمود قبل كده رفضنا الموضوع ده قبل كده، وكان احمد فتوح لسه كان فري. عارفين نادي الزمالك في مشاكل ما بينه وبين احمد فتوح، وجون ادوارد فرض عليه عقوبات صارمه وعزله وكذا وكذا. انا اشوف ان الموضوع ده هيبقى مش مثمر بالنسبه للنادي الاهلي، ومش شكلنا ولا عقليتنا يعني، انا كرأيي.
فاحمد فتوح من بعض المقربين منه كلموا يعني الكابتن محمود خطيب لحد من المقربين من الكابتن محمود عشان يكلموا ان هو ايه، ان هو يطلع حتى مثلا لو كوبري ولا حاجه لبره، وبعد كده يبقى ايه يجي على النادي الاهلي في يناير. او توفيق محمد لاعب بتروجيت اهلاوي لمده 4 سنوات بدايه من يناير القادم ان شاء الله باذن الله. مضى العقود وكله تمام ان شاء الله باذن الله، وهيبقى متواجد في النادي الاهلي من اول يناير ان شاء الله باذن الله. انا اشوف انه صفقه كويسه، واحنا فعلا محتاجين حد يكون مع محمد شكري. اشوف ان كريم فؤاد ممكن يتوظف في الجبهه اليمين او في جناح، كذلك الامر. لكن اشوف ان هو يعني ايه، احنا يعني يفضل ان احنا يكون عندنا كريم فؤاد في اليمين او كظهير امام الظهير الايمن يعني. عندنا برضو بعض الاخبار التانية. وسام ابو علي خلص الورق بتاعه كله من السفارة وخلاص، امبارح سافر بالامس خلاص، وتوكل على الله، ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله في الاحتراف الخارجي. احنا كلنا طبعا يعني زعلانين منه، مش عايزين يعني جمهورنا الاهلي كله مش قابل منه سماح او قابل منه عذر، لان الاهلي هو اللي عمله، وفي الاول وفي الاخر هو كان بيتملعن او كان يعني بيتمارض او بيستعرض قوى النادي الاهلي، ولكن ده ما بياكلش مع النادي الاهلي، والاهلي استفاد منه، وفي الاول وفي الاخر يعني ربنا يوفقه بعيد عننا يعني. وحسين الشحات، حسين الشحات طبعا بعد ما ريبيرو طلعه بره القايمه الماتش اللي فات، شايف ان هو ممكن ما يكونش له دور في الفترات اللي جايه مع النادي الاهلي. فكلم بعض المقربين منه وكيل اعماله ان هو يشوفوا له عروض في قطر، وخاصة في الدحيل القطري، وعايز يعني يمشي حسين الشحات. يعني لو تسنى الامر ان هو يمشي فري مجانا، وهو بقى يبقى ياخد كل الماديات كلها، لانه حسين الشحات زي ما احنا عارفين ان هو اول ما جه من العين الاماراتي ضحى كتير من اجل النادي الاهلي، فهو بيشوف ان هو مش هيبقى له فرصة فالنادي الاهلي يسيبه يطلع يظبط دنيته في الدحيل وفي قطر ويظبط نفسه ماديا، وبعد كده ايه لو امكن يعني ان هو يرجع النادي الاهلي تاني من جديد. لكن هو بيشوف لو في فرصة في يناير يطلع فيها يعني. عندنا تاني تجديد ديانج طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان هو ما بيلعبش، وكان قبل كده ما كانش بيلعب خالص مع مارسيل كولر، وطلع على اسرها ان هو طلع احترف في الدوري السعودي وقدم اداء كويس جدا، وكان يعتبر من افضل 4 ديفندرات في الدوري السعودي، دوري روشن، ومعروف طبعا دوري روشن بقوته. فهو بيشوف ان هو لا، انا لو انا ماليش اي دور فهشوف الاول مع المدير الفني، لو ماليش اي دور او مش متواجد اساسي في فريق النادي الاهلي فهيفضل ان هو ما يجددش، ويفضل ان هو كمان ممكن يشوف بعض عقود الاحتراف في يناير ويطلع فيها يعني. فهو تجديده متوقف على لعبه اساسيا في النادي الاهلي، وان هو يشوف هل له هو دور فعلا في الفرقه ولا لا. عندنا برضو عودة امام عاشور للملاعب. امام نزل التدريب خلاص الجماعي مع الفرقه وبدا يكون في احتكاك، فطبعا هم متخوفين دلوقتي، القرار دلوقتي كله في ايد ريبيرو من اشرافه او عدمه، ولكن الدكتور خلاص اكد، دكتور المعالج لامام عاشور اللي عمل له العمليه اكد ان امام خلاص يعني بنسبه 95% ان هو خلاص جاهز، او الالتئام بتاع الجرح بتاعه بقى خلاص يعني بنسبه 95% خلاص بقى كويس. فالاشراك في المباريات هيبقى راجع لريبيرو في الاول وفي الاخر، وبس انا بشوف ان ممكن ما يجازفش بيه ريبيرو الا في ماتش مثلا المحله، ياخد بعض الوقت في المحله قبل مباراه بيراميدز تاهيلا ان هو ينزل في مباراه بيراميدز. وان شاء الله باذن الله دي كانت اخر اخبارنا، ولا تنسونا ان شاء الله باذن الله من الاشتراك ومن السبسكرايب، وبشكركم جميعا على حسن الاستماع، واسف جدا لو كنت اطلت عليكم. شكرا، سلام عليكم.